حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فينومين بيوتي. مرحبا بالناس الجديده والناس القديمه. البيت بيتكم. حبيت اشارك معكم واحد النوع نتاع المقبلات التركي كتير طيب وكتير زاكي. عندي هذا البرغل راح استعمل 4 كاسات منه. عندي بصل، عندي ثوم، عندي معجون البندوره هذا بتاع البيت مسوياه لي صديقتي التركيه، عندي معدنوس. طبعا هون انا دبس الرمان بستعمل هاي النوعيه. هون غير القاروره كانت عندي فاضيه. طبعا معجون البندوره، وهون البهارات اللي راح استعمل. هسه راح اخذ 4 كاسات بتاع البرغل وواحد الكاسه بتاع المي اسويها عليها. زي ما بتشوفون هذا النوع بتاع البرغل. طبعا راح اضيف عليه مي حار، وراح اضيف عليه كمان المعجون بتاع البندوره. هون حبايبي راح اخليه يرتاح شويه. طبعا راح اخذ البصل والمعدنوس والثوم، وراح يا اما تقطعوهم رقاق او انا راح نديرهم هنايا في الطحانه. هون حبايبي راح ازيد بس واحد طحنه خفيفه، خلاص ما يكون ناعم كتير. المهم شوي، لانه في الاكل لازم تحسون بالبصل والمعدنوس. هون حبايبي قلبته شوي. طبعا عندي بطاطا سلقتها، ما قلتها في الاول، قلت خليها بعدين. جهزتها هسه راح اخليها بس شويه تبرد خلاص. والبصل والمعدنوس اهو والثوم. هون حبايبي حطيت البطاطا صفيتها، ولكن لازم واحد العركه، واحد الهوايش. المهم انا غير غادي نخلط مزيان بيدي، طبعا مغسوله، او تستعملوا لي ليغون قفازات. راح استعمل الخلاط او الطحانه. هون حبايبي عرقتها شويه. طبعا هسه راح اضيف البهارات واضيف الفلفل. هنا عندي بصراحه هذا حار. وطبعا ودبس الرمان لازم تكون واحد الكميه. وراح اخلط كل اشي كمان مرة تانية. وهون حبايبي راح اسويها في العجانة. هون حبايبي اخذت شوية تاع البصل كمان، قطعته قطع صغيرة. سويت الزيت في الطنجرة. هون حبايبي راح اخليها تتشحر البصل، طبعا مع ثوم. بعدين راح اضيف ملح وفلفل، وراح اضيف اللحم مفروم، وراح اضيف كمان فلفل اخضر ناعم وفلفل احمر. وهون حبايبي قطعت الفلفل الاخضر والاحمر، راح اضيفه على اللحم مفروم. وهون حبايبي قطعت شويه بتاع المعدنوس، هذا اخر شي. بصراحه طعم خرافي. المهم هون هاي غسلتها. هون حبايبي بس واحد دبس الرمان والمعدنوس. طبعا واحد العركة او خلطة خفيفة وخلاص بتكون صارت جاهزة. وهذا الشكل النهائي. هنايا ضفت اللحم اللي سويته من فوق. يبقى الاختيار، يعني كل واحد شنو كيدير، او هكايا كنوع نتاع المقبلات عادي وكيضيفوا عليها من الفوق دبس الرمان، الليمون. المهم كيكون جانبها كمان خيار خاص. المهم المره الثانيه راح اسويها لكم بالخيار والخس.
والبندوره بيجي قطع زي التبوله، بس الطعم بيوديكي جهه ثانيه. بصراحه كتير طيبه وكتير زاكيه، كنتمنى انها تنال الاعجاب تاعكم، وشكرا لكم حبايبي.